زباله ضرانه وضر الاطفال، ترجع تنزل في الترعه تاني. يبقى هو عامل ايه دلوقتي؟ ما يعملش حاجه. يعني المفروض هو ان هو بيعمل، احنا مش ضد تطهير الترع، بس احنا ضد ان هو يسيب لنا الزباله ده كده. يعني في مشاكل بتحصل هنا على الطريق بسبب الزحمه اللي هم عاملينها، عشان الزباله اللي هم سايبينها دي. احنا مش ضد التطهير، احنا مفيش مشكله في عمليه تطهير، يطهروا براحتهم مفيش ادنى مشكله. انما ماشي، انت دلوقتي قال لك المفروض هو ما يطلع يطهر يبقى وراه قرارات ان تشيل على طول، او هو قال لك طب هنسيبوها يومين تنشف عشان نعرفوا نشيلوها. طب ماشي، دي بقى لها شهر اهي ما حدش قرب لها، وعدى الشهر ازيد من شهر بقى ونفس الحكايه. وما حاولنا نقول لهم يا جماعه يهديكوا يرضوكوا، هي السكه ده دلوقتي بس اللي نشفت شويه، انما دلوقتي ما كنتش تعرف تمشي والناس ما كانتش عارفه تمشي. ما يرضيش حد المنظر ده يعني، ولا يرضي ربنا يعني، بالعربيات مش عارفه تعدي ولا الدنيا، وده منظر عملنا محضر فينا ان احنا لو اتكلمنا ما يرضيش ربنا. الزباله دي طالعه بقالها دلوقتي شهرين، سايبه امراض وسايبه طريق محدش عارف يمشي فيه، اذى للناس وزحمه وحاجه زي الزفت. اتكلمنا مهما اتكلمنا الاستاذه بتاعه الري مفيش اي حاجه، قالت المقاول ماشيه. التراكم اللي طالع من الترعه ده من الري ده بقاله شهرين محطوط هنا قدام بيتنا، ولما بيجي رحنا لرئيس مجلس المدينه قال هو باتفاق مع الري ان هيجوا يشيلوه. الري رحنا للمهندسه بتاعه الري قالت المقاول سابه وبقاله 10 اسابيع وما شالش حاجه، وده فاضل زي ما هو ومش لاقيين لا استجابه لا من مجلس المدينه ولا من الري. اللودر بتاع البلديه او بتاع مجلس المدينه بيجي وهو بيشيله بينزل نص الترعه تاني مكان.